السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة أسيل وأسينات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه على أصحابه وآله أجمعين. النهاردة يا جماعة معانا صلاح سالم، الحاج صلاح سالم من دمنكة، محافظة كفر الشيخ، مركز دسوق. راجل مكافح، اتعلم القراءة والكتابة علم نفسه. باجتهاده، علم نفسه بنفسه، ما حدش علمه. لكن هنشوف الحاج صلاح بسم الله ما شاء الله بيقرأ قرآن، بيقرأ تفاسير، وهيقول لنا بعض آيات الذكر الحكيم وسبب نزول الآيات، هنعرف منه ونتعرف عليه. ازيك يا عم الحاج صلاح؟ اهلا وسهلا. ازاي حالك، عامل ايه؟ عالي الحمد لله. كل سنة وانت طيب. صحيح وتعالى. ربنا يعيدها عليك بخير يا رب، امين يا وربنا رب. يشفيك، امين يا رب. والعملية اللي انت عاملها تبقى ان شاء الله في احلى صحة وعافية. امين يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. عايزين نسمعوا منك بقى يا حاج صلاح بعض الايات وبعد تفسيرها. ماشي، انت راجل قارئ ومجتهد، وبرضه بتحب كتاب ربنا جدا، وعارفين انك بتحب تقرا في القرآن الكريم كتير. فعايزين نسمع منك يا حاج صلاح بعض الايات، ونسمع من حضرتك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يقول الله في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآية ديت آية رقم 105 في سورة النساء، من 105 ل 115. عدد الآيات 11 آية. سبب نزول الآيات ديت حادث سرقة حصل في زمن حياة النبي ولا بدأ صلاة بين والسلام. 2 مسلمين وواحد يهودي. 2 مسلمين، واحد اسمه رفاعة ابن زيد، والتاني اسمه طعمة ابن أبيريك، والتالت اسمه زيد ابن السمين اليهودي. ايه هي السرقة؟ كان بداخل بيت رفاعة ابن زيد شوال دقيق وبه سيف مغروس في الشوال. فراح طعمة ابن أبيريق سرق الشوال الدقيق، وبدل ما يوديها على بيته وداها على بيت زيد بن السمين اليهودي. قال له شيل ده عندك بصفة أمانة، أو أما أجي أخده. صبح رفاعة ابن زيد ما لقاش الشوال الدقيق، طلع على راح إلى غرفة حضرة النبي، قال سرقت سرقت. طلع النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه اللي راح منك؟ قال له كان عندي شوال دقيق هنا وانسرق من هنا وانسرق. فالنبي مشى معاه ولا بدأ صلاة علشان والسلام. يجيب الخيط من اوله. بالنسبه للخيط لاوله ده نقف وقف. ايوه. وزاره الداخليه في زمن حسني مبارك ادعت ان هي الخيط من اوله ده هم مخترعينه، ما فيش حد سبقهم بيه. تقول له لا، ده النبي مطبقه من 1400 سنه الكلام ده. راحوا عندي مكان الشوال لما شالوا سرقوا طعمة ابن أبيريق ووداه على اليهودي. كان الشوال مخروق بيسفسف كده. مشوا على السفسفة ديت إلى أن وصلوا إلى بيت مين؟ زيد بن السمين اليهودي. خبطوا على الباب، طلع إيه الشوال الدقيق ده؟ قال ده جابوا عندي طعمة ابن أبيريق. قال خليه عندك أما ياخده. هات زيد بن هات طعمة ابن أبيريق. هات طعمة ابن أبيريق. جاب طعمة ابن أبيريق. أنت جبت الشوال ده هنا؟ قال لا. دلوقتي وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حيره،
يصدق مين في الاتنين. ففي الوقت ده كاد النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على اليهودي، لأن هو قال له انت، لأن هو ما رفاعة بن زيد قال انا ما خدتوش، وده بيقول هو اللي جابه، هيصدق مين في الاتنين؟ ده عنده السرقة ثابتة عليه. فكاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم على مين؟ على اليهودي. في الوقت ده طعمة ابن أبيريق قال يا رسول الله احنا أولو إسلام وصلاح، يعني احنا ناس مسلمين وبنتصفوا بالصلاح، وتتهمون بسرقة ليس عليها بينة. سبت الدور أكتر على مين؟ على اليهودي. اي فلما قال الكلمتين دولت اليهودي، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كاد يحكم على اليهودي. ففي الحالة ديت لما قال الكلام ده طعمة ابن أبيريق، فالنبي قال لليهودي تحلف؟ قال له احلف. طب اليهودي هيحلف على ايه؟ هيحلف على التوراة. ليه؟ لأنها دستور اليهود، وبصفة التوراة أقدم نزولا من القرآن، وبصفة القرآن ما كانتش الآيات ال11 دي نزلت، ما كانتش الآيات دي نزلت. فكاد النبي عليه الصلاة والسلام على افضل الصلاه والسلام لما أقنعه، تعرف تعمل شوية؟ على افضل الصلاه والسلام. ايوه ماشي اتفضل. تعرف تجيب دولت ونهدوها تاني ولا؟ لا قول ماشي، كمل زي ما انت حاج صلاح. فثبتت الجريمة على مين؟ على طعمة ابن أبيريق. ولما كانت الآيات لسه في مستجد نزولها، راح نصاب الشوال، خد صاحب الشوال بتاعه، والتشريع بقى يعني مشت الآيات بعد كده. اي كانت نزلت الايات بقى من سوره النساء. الآيات ديت آية رقم 105 من سورة النساء إلى 115، عدد الآيات 11 آية. 11 آية. إيه 11 آية. بتبدأ الآية الأولانية بتبدأ بإيه؟ بسم الله الرحمن إنا الرحيم. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أي للآية رقم الآية بقى الآية رقم 105 إلى أن تصل إلى 115. إلى 115. 11 آية. 11 آية. نزل فيهم الحكم ده. نزل فيهم الحكم ده. أي الله يديك الصحة يا حاج صلاح، الله يديك الصحة. هتعرف تبقى تكمل تاني؟ لا نكمله تاني بقى في فيديو تاني برضه، في آيات تانية إن شاء الله برضه معاك يا حاج صلاح برضه. ماشي. ونستفيدوا منك، وكل سنة وأنت طيب يا حاج صلاح. الصحة والسلامة. وربنا يعيد عليك بخير يا رب، ويشفيك من العملية اللي أنت عاملها. وألف مليون سلام عليك. وعايزين نشجعوا الحاج صلاح بلايك واشتراك والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو عايز مشاهدات اتفرج على أسيل وأسينات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.